الخشوع يا رب الضياء. أنت يا من تسكن في قلب البيت الكبير، يا أمير الليل والظلام. جئت لك روحا طاهرا، فهب لي فمن أتكلم به عندك، وأسرع لي بقلبي يوم أن تتثاقل السحب ويتكاثف الظلام. أعطني اسمي في البيت الكبير، وأعد إلى الذاكرة اسمي يوم أن تحصى السنين. صدى بعيد يأتي من طيبة البعيدة، يفصله عن يومنا هذا 3000 سنة. لعلكم تبينتم أنه فصل من كتاب الموتى، وترديد هذه البردية يعيد للميت قدرته على أن يتذكر اسمه. أي روح بلا اسم تهيم في عناء دائم، فضياع الاسم يساوي ضياع الشخصية. غير أني لم أدعكم إلى هذا الاجتماع لكي نتناقش حول كتاب الموتى الذي تعرفونه كلكم جيدا. أعطاها لي سلفي المرحوم مريد باشا، بردية جنازية لبنجم الأول من الأسرة 21. أما أصل هذه الصورة فهو بردية جنازية تم تهريبها من مصر منذ حوالي 5 سنوات، ولا يملك متحفنا المصري للأسف سوى هذه الصورة. إنها تحمل كما هو واضح اسم الملكة نوتمد. تم شراء هذه البردية من تاجر مجهول في طيبة. من كل ما تقدم يمكننا أن نستخلص أن هناك شخصا ما يعرف بالتحديد مكان هذه المقابر المجهولة للأسرة 21، وأن هذا الشخص يعرف هذا السر منذ وقت طويل. ولكن لا يوجد أي أثر لمقابر هذه الأسرة في طيبة يا سيد مسبيرو. نعم، والحفريات في هذه الحالة مضيعة للوقت والمال. هناك في طيبة شخص ما يعرف مكان هذه المقابر، وإلا فكيف خرجت هذه الأشياء كلها لأسواق الآثار في العالم؟ أول عمل لنا في الموسم القادم سيكون موضوع هذه المقابر المجهولة. أحمد أفندي كمال، هل لديك شيء آخر قبل أن ننهي اجتماعنا الأخير لهذا الموسم؟ نعم، أريد أن أكون في طيبة هذا الصيف من أجل هذا الموضوع بالذات. كلهم هناك يعرفون أن رجال الآثار لا يعملون في الصيف، لذلك فهو الفصل الذي يأمن فيه سارق الآثار ويعملون في تهريب ما عندهم، ووصول المفاجئ سوف يحدث لهم أكبر ارتباك، ومن خلال ارتباكهم هذا لابد أن أصل إلى دليل ما. أنا سعيد باقتراحك. ستجد في هذه الوثائق ما يساعدك، وأنا واثق في أنك تعرف كيف تتصرف بصبر وحكمة. سأرحل فورا إذن. ستجد هناك في طيبة قوة صغيرة من حراس الجبل تحرس جبل الموتى، سيساعدونك قدر طاقتهم. أرجو لك التوفيق.
يرحمه الله كان يعدكما لهذا اليوم لتشرفوا اسمه وترعوا قبيلته. لتشرفوا اسمه وترعوا قبيلته، قبيلة الحربات. هنا أمام قبر أخي أبوح لكما بسر ما هو لنا وما سيظل لنا ما دام هذا الجبل، سر تحموه بدمائكم بحياتكم، سر دفينة حملها الجدود أمانة من أب إلى ابن. لما نستعمل هذه الطريق؟ إنها طريق للماعز. لأنه أأمن. أأمن للطباع. احتفظ بهذه شجاعة للأفندية والحراس، إنهم ينتشرون في الجبل كالطاعون. تسعدوا، الطريق أمان. اتبعوني. ونيس، ماذا بك؟ لا شيء، لكن الاختباء مذلة. اسرعوا. اتبعوني.
اتبعوني وانتبهوا ولا تسألوا. هنا ما أنتم إلا حبات رمل في جوف هذا الجبل. أيبقى ونيس هنا حتى نعود؟ جئت هنا تنفيذا لإرادة أبي. سيأتي ليعرف كل ما سأعرفه. هذا قول رجال. حقا إنكما من صلب أخي. احمل هذه لأيوب التاجر. ما هذا السر؟ جعلتني أخشى النظر إليك يا أبي. ما مصيري الآن؟ ما هذا السر؟ العلم به ذنب، والجهل به ذنب أكبر. ذنب؟ أي ذنب يا ابن العم؟ أنا لا أفهم هذا الكلام. وأنا لا أفهم هدوءك. منذ سنوات وأنا أحمل أشياء لأيوب التاجر. قلتم لي إنها أشياء وجدت في الجبل. علمتموني ألا أسأل فصدقتكم.
كانت هذه طريقتنا في الحياة. كانت وستظل طريقتنا في الحياة. ألا ترون ماذا تفعلون؟ ألا يوجد بينكم من يقلقه ضميره فينطق؟ أنت الآن تعرف سر الدفينة. نصيب أبيك لك أنت وأخيك. هل اقتسامه مع أخيك هو ما يزعجك؟ اقتسام الموتى؟ هؤلاء الذين تسميهم الموتى ليسوا إلا رمادا أو خشبا من آلاف السنين. لا أحد يعرف لهم آباء أو أبناء. يا سيدة الدار الكريمة، البقية في حياتك. جئنا إلى دارك، دار أخي المرحوم سليم، لنعزيك ونشاركك أحزانك ونقدم لك كل ما تطلبين. وجودكم وحده يعزيني ويشرف الدار. قدرك الله على احتمال حزنك. وأنت يا ابن أخي، ما الذي يغلي بداخلك؟ ماذا؟ لماذا لم تسلم الأمانة لأيوب التاجر؟ كل القبيلة تنتظر ثمنها. لو كان أبوك حيا. اتركوا الموتى في سلام. تقصد أن تتركهم للأفندية؟ أي تجارة لنا مع هؤلاء؟ أفندية القاهرة المتكبرين سيضعونك في الحديد لو وجدوا معك هذا الشيء. إنهم يغتصبون كل شيء ولا يدفعون لنا كما يدفع أيوب. قطعة من الذهب هي لك، ولكنني أراها عينا تلاحقني. عينا ميتة بها ذهب يطعم 100 فم. 100 فم تأكل لحمك أنت لو جاعت. وأنت من أين كنت تأكل طول عمرك؟ عشت لكي أسمع ابن سليم يتكلم لغة الأفندية. أريدك أن تعلم أن دخولك المغارة وخروجك منها قد جعل منك شخصا آخر، شخصا يختلف عن أهل الوادي وعن الأفندية الذين يتمنون أن يعرفوا السر. أريدك أن تعلم أيضا أن سر الدفينة أغلى من حياة أي فرد في قبيلة سليم. لقد أعدك أخي لهذا اليوم، ولكنني أراك أمامي ترتعش كطفل. إن عيشنا كفاح صعب، ولكنك على ما يبدو ضعيف أو غير قادر. ما تسميه عيشنا أشعر به سما في جسدي. هذا عيش الضباع. احملوا وحدكم هذه الذنوب. تلك كانت حياة أبيك وحياة أبيه من قبله. لقد شاء هو أن تعلم أنت سر الدفينة، ولو كان حيا الآن لشاء أن تحرم من حياتك. أنا لا أخاف كلامك. فلتخشى أنت أولادك عندما يسألونك يوما ما: هل هذا عيشنا؟ سوف نربيهم على احترام تقاليد آبائهم. في هذا الكفاية. أنا التي ربيت أولادي، ولقد ربيتهم على الكبرياء والشموخ كالجبل. ونحن لا نقبل الإهانة في بيت أخينا، إنه لا زال بيته. أرجو ذلك. جدرانه فقط. الجدران ومن تحميهم الجدران. أعطني هذه القطعة. مثل هذه الأشياء لا يجب أن تقع عليها أي يد. أما نحن فلننصرف الآن بعد إذنك يا سيدة الدار. قدرك الله على احتمال المكتوب.
أين ونيس؟ دافعت عني عندما تكلموا عن تربيتي فقط. نعم، فقد تجاوزوا حدود احترام هذا البيت. اذهب وابحث عن أخيك. هل رأيته منذ أن... نعم. هل تكلمت معه؟ نعم. تكلمت معه. ماذا تخبئه لنا الأيام؟ إن عقلي المضطرب لا يقدر على الصمت. أجيبي، عدي معي. كم جثة انتهكتها يد أبي لنأكل؟ كفى. ماذا تريد؟ أريد الحقيقة الآن. سوف تعرفها يوما ما، أو سوف لا تعرفها أبدا. أما الحقيقة التي أعرفها أنا فهي أنك لوثت اسم أبيك في داره. لا، لن يمسه أحد بسوء في مستقره حتى ولو كان ابنه. كان شريك أيامي. الحقيقة ملعونة حقيقتك وملعون أنت، لأنك أقلقت من انتهى وارتاح. الآن لن يعرف الراحة أبدا. ملعون أنت، حرمت عيوننا نظرة الصفاء. اغرب عن وجهي أيها التعس، إني لا أعرف اسما لك. ونيس، ونيس، لم تتباعد دائما؟ لما فعلت بها كل هذا؟ إنها لا تعيش إلا في الماضي. ونيس، أطلعتني على مصير مظلم، صحراء علي أن أسيرها وحدي، خائفا من المشاعر ومن الذكرى. أي ذكرى؟ التذكر يضعف الإرادة. أية إرادة؟ أن أنسى ما كان بالأمس حقيقة لي. تعال نبدأ في مكان آخر. لم يعد لنا شيء هنا. لما أطلعتني على كل هذا؟ ولما أنت أخي؟ اسمع. لا أريد أن أسمع. كفى ما سمعت.
ما الذي جاء بهم قبل الموعد؟ يجب أن نبحث عن ونيس، فهو الوحيد الذي يعرف السر. لا، اتركوا البكاء يخلصه من طفولته. سيعود عندما يدفعه الجوع والوحدة. راقب ونيس عن بعد كالظل، وحذار أن يصيبه سوء. ابحثوا عن هذا خادم أيوب ذي الوجه الشاحب. مراد؟ نعم، لا زال وجهه مجهولا عند حراس الجبل. اذهب وابحث عن مراد. مراد، توبة، ليس لي بهذا شأن. أنا مغفل لكي أستمر في تجارة أيوب، والآن اسمع صوت صفارة المركب الحديد. لقد عاد الأفندية بأسرع مما نتوقع، والبدوي بيك وحراسه سوف يسدون كل طريق. لا يا أسيادي، قولوا هذا لعمكم. الحياة في هذا المكان أصبحت تحتاج إلى رجل من نوع آخر، رجل بارع. أنت جبان. نعم يا سيدي، أنا جبان. إذن لما لا ترحل؟ ولما أرحل؟ ها قد جاءت سيدتي زينة لتفتح دكانا صغيرا قرب الميناء لخدمة الأفندي، وأنا وابنة عمي سنساعدها، فتاة مخلصة. متى وصلن؟ لم تحدثنا عنهن من قبل. ومنذ متى تسألون عن مراد الغلبان؟ كلكم تسألون عن أيوب. وأين أيوب الآن؟ في القاهرة، في السويس، في أي مدينة يشاء، وعندما يعود نجري كلنا لنخدمه. انتظرنا يا بنات العم، إنهما في غاية الشوق لرؤية أفندية القاهرة. اعذروني، لا يصح أن أتركهما دون حماية. مزيد من أفندية القاهرة، وبلد عائم منهم، الغرباء الأثرياء. أثرياء هم حقا، أيام عصيبة. وأبوك رحمه الله حملك سرا ثقيلا، فليرقد في سلام. ماذا تريد الآن يا مراد؟ حماك الله، سلامتك فقط. إنهم أقوياء وبارعون. الشغل كيف سيكون الآن؟
إنه من الواجب أن يعرف الإنسان كيف ومع من يتعامل. هل هذه رسالة من أيوب؟ أيوب؟ أيوب من؟ سيدك. سيدي الذهب وبريقه سيدي. انظر. مراد! ابنة عمي في غاية الشوق لرؤية أفندية القاهرة. سامحني يا سيد ونيس. سأحوم وأتجسس لأعرف سبب مجيئهم وسأخبرك فيما بعد. شرفني بالزيارة يا سيد ونيس، أنا خادمك. نظراته غريبة. نعم، كأنها لتمثال عادت إليه الحياة. لا وجوه له. نعم، ولكن هناك وجه كبير في حجم رجل. هل أنت غريب عن الجبل؟ نعم. أليس في الوادي عندكم مثل هؤلاء؟ لا. ألم يخيفوك يوما؟ كانوا رفاق طفولتنا، كنا نختبئ بينهم أنا وأخي.
هذا كف يقبض على مصيره، لن يقرأ أبدا. أي مصير يقرأ في كف من حجر؟ مصير من شيدوا كل تلك القصور والتصاوير، رجال تسير إلى لا مكان، وسفن ترحل إلى لا مكان، وأعمدة لا ترفع سقفا. تعال بنا، إنه رزق حلال. تعال. لدي مشاغل أخرى. كنت أريد أن نبقى معا، لكنني غريب هنا وأحتاج للعمل لأبقى. سنلتقي آخر النهار عند الميناء. سلام لك يا أخي. كل شيء هنا يبدو غامضا وصامتا. مقابر مفقودة الأسرة بأكملها. هذا الذي تقوله صعب التصور. لقد سلكت كل ممرات هذا الجبل وكلها مهجورة. شخص ملعون يربط بين هذه المقابر وبين التجار المتجولين. سأخلي منطقة الجبل من جميع سكانها، وسأقبض على كل من يقترب منها. ونفقد الدليل الوحيد الذي سيقودنا يوما إلى تلك المقابر المفقودة. أنت لا تعرف مدى تحدي أهل الجبل. إنهم لا يبالون بنا ولا يحترمون القوانين، بل يجعلوننا نشعر أننا دخلاء. لذلك فأنا لا أرى اليوم سببا لاستسلامهم. سيستسلمون، فكلانا يعرف قوة الآخر. أنا أستطيع الانتظار أمام هذا الجبل، لن يقلقني شيء، ولكنهم لا يستطيعون ذلك لفترة طويلة، وهنا فقط تكمن قوتي. في مكان ما من هذا الجبل يركض فراعنة الأسرة 21. كل هذه المنطقة تحت حراستنا، وجميع الممرات المؤدية إلى بيبان الملوك. قد لا تكون هذه المقابر في بيبان الملوك، فهناك مقابر الأسرات 18 و19 و20 فقط، وكلهم نهبوا منذ 3000 سنة عندما انهارت الإمبراطورية الفرعونية. وكانوا أعظم الفراعنة. أي مصير لقيه هؤلاء جميعا؟ أحمس محرر وادي النيل، وابنه أمنحتب، وكل الأسرة التي تلتهم. أمر عليهم فأجد مقابرهم
خالية ومظلمة ككهوف في بطن جبل. كجراح غائرة في بطن الجبل. وهناك على طول الوادي أطلال معابدهم الجنائزية، معبد لكل فرعون. تحتمس الثالث، فاتح أول إمبراطورية عرفها التاريخ. وسيتي الأول، أبو رمسيس الثاني الذي حملت اسمه الأسطوري، أسرة فرعونية بأكملها. هنا معبده، وهناك معبد حفيده رمسيس الثالث. ما هذا الصوت؟ صوت النائحات من هذه القبيلة الجبلية. كبيرهم مات أمس ودفن كعادتهم عند سفح الجبل. حدثني عن هذه القبيلة. بعض الرعاة الذين يرجع تاريخهم إلى 5 قرون. قبيلة الحربات الشهيرة. هم لا يتركون الجبل أبدا، ولا علاقة لهم بأهل الوادي. إنني أراقبهم منذ زمن. هل تعرفه؟ لا. أنت صمتا. سيد ونيس، تفضل في الداخل بعيدا عن هذه الريح المتربة. يجب ألا يرانا أحد، لا الأفندية ولا غيرهم. تفضل. أتريد أن تعرف لما جاءوا؟ يبدو أن ورقة بردي قد وقعت في يد كبير الأفندية. لقد شاخ أيوب هذا وأصبح مهملا. هل تكلمت معه؟ مع من؟ كبير الأفندية. نعم. لا. إذن كيف عرفت؟ من مساعديه. إنهم حقا شبان خبثاء. يقولون إن تلك البردية جاءت من مقبرة. وطبعا أنت خير من يعرف. الجبل كله ملك لك.
اعذرني يا سيد ونيس، شغلني الحديث عن هؤلاء الأفندية وجعلني أنسى أصول الضيافة، فلتشرفني بالدخول. عندي بعض الذين تعزهم ويعزونك، ويسعدهم أن يتملوا بوجهك. مرحبا بزعيمنا. لا تشغل بالك بالأفندية كعجائز القبيلة. أنا لا أهتم بالأفندية. خصلة عظيمة لزعيم. ولكن هل من الحكمة أن يثق الزعيم بالغرباء؟ إنه ليس إلا غريب عابر. ويعمل لحساب الأفندية، وهم أيضا غرباء عابرون. كم من الغرباء سيحضرون إلى جبلنا ويغترفون منه يا ابن سليم؟ لست في حاجة إلى كلماتكم لكي أعرف من أنا. فلتنسى أحزانك يا ونيس، لن يعود الأمس أبدا. مراد، مراد، ما الذي يحدث هنا؟ سآتي بها يا سيد ونيس، سآتي بها. أي شيء تشتهيه. حقا إنك تاجر بارع يا ابن العم. لم يرضى أن يعطيني البنت الجميلة. ما هذا الذي يحدث هنا؟ ومن أجل من؟ من أجل من؟ ألست أحسن من قطعة حجر؟ اسكتي يا امرأة واذهبي. تعال يا كنزي، إنهم يتحدثون عن التجارة. ماذا حدث لك يا ونيس؟ سنتعامل مع مراد إذا أعطانا ما نريد. طبعا طبعا. كل ما يوجد في الجبل يجب أن يقسم على القبيلة كلها. سنتقاسمها معك أنت. كل ما يوجد في الجبل يجب أن يقسم على القبيلة كلها. وهل تستطيع أن تقول هذا للأفندية؟ أنت زعيمنا الآن. ولم نتقاسم مع عجائز القبيلة ونخسر نصف ما نجنيه؟ الجبل لم يعد لهم وحدهم. بحق السماء، ماذا أسميكم؟ أبناء عمك ورفاق حياتك. رفقة العقارب، ضباع، تعيشون على لحم من أطعمكم. كيف تخاطبنا هكذا أمام الغرباء؟ كأنك تعرف ما هو الخجل. كفى! لازلنا أولاد عم. أبدا. اغضب على أيوب، لا تغضب على أولاد عمك. هو الذي خدع قبيلتك. أنا أعرف هذا جيدا، فقد عملت معه. ارجع يا سيد ونيس، لا تخرج في هذا الريح العاصف. تعالي يا زينة البنات. لا تخافي. إنني أستطيع أن أعطي أكثر من أيوب.
سيأتي أيوب اليوم ليأخذ العين الذهبية. لما لا آخذها أنا؟ أنا هنا معكم دائما أخدمكم. خدمة وضيعة. ربما، ولكن أيوب هو الذي علمني. هكذا بدأ أيوب هنا. أحذر أن أراك يوما في طريق يا مراد. لا أنت ولا أحدا منكم سنلتقي أبدا. الحربات لا تعرف سوى طريق صاعد إلى الجبل. ارجع يا أيوب، الحراس في كل مكان. سليم الذي تعرفه قد مات. فلنرحل يا أيوب، لم يعد لنا عيش هنا. سيأتي سليم آخر. هذا موعد كل شهر. سيأتي سليم آخر. ادفع ثمن هذه يا أيوب واذهب. كيف حال الشيخ سليم؟ مات، ومن الخطر على أخيه أن يتحرك وهذه في يده. وماذا أيضا؟ يقول لك من الأضمن أن تبيع قطعة قطعة. أحوال القبيلة ليست على ما يرام.
أين أولاده؟ اذهب يا أيوب، لا تسألني، لقد قلت ما فيه الكفاية. مراد لم يأتي بعد. هل رحل؟ لا يا سيدي. الآن أصبح يستطيع أن يتعامل ب100 وجه. هذا الكلب الحقير. قد أحزنني موت والدك مثلما أحزنك. لم يمنعني عن الحضور إلا المخاطر التي تعرفها. حضورك لم يعد مرغوب فيه بعد اليوم. منذ متى تجرؤ على مخاطبتي هكذا أيها الغلام؟ أجعلك ميراثك متغطرسا إلى هذا الحد؟ بلسان من تتكلم؟ بلساني ولسان أخي. هذه التجارة لن تستمر بعد اليوم. أي تجارة أخرى تعرف إذا؟ إنك لا تعرف حتى هذه. أعيدها إلي يا ولدي. لا تناديني بولدك. نعم يا ولدي، كان أبوك أكثر من أخ لي. أعدها. توقف يا أفعى. أعدها إلي. لقد دفعت ثمنها كما دفعت من مالي كل ثروة قبيلتك الجائعة. أنت سبب كل هذا الشقاء. تريد أن تتعامل مع مراد، ها؟ خذوها منه ولو كانت تعني حياته. لن تكون هناك تجارة بعد الآن. فليتضور رجالكم جوعا ولتحمل نساؤكم الحطب. لقد حكمت على قبيلتك.
انتظر. انتظر. الرحمة يا ابن سليم. عرفت الآن اسمي. هل كانوا ثلاثة؟ لا تظن بي شرا، إني راحل. هددوني بالقتل إذا لم أرحل قبل هذا المساء. انتظر. ماذا يفعل هؤلاء الأفندية عند سفح الجبل؟ لقد عملت معهم. لا أعلم. قلت لهم لا أعلم. لا تخشاني، إني جريح مثلك. آلامي تكفيني يا ابن سليم. أيها الغريب، آلامي هي كل العمر الذي عشته. آلام أعجز عن فهمها. أفصح، فإن الظنون أخرجتني من داري وشوهت في رأسي ذكراه. أقف أمام هذا الجبل عاجزا، يملأني صمته بالغضب وأنا لي نصيب فيه. أبي، عن ماذا يبحثون فيه؟ عندهم ما يوازي كل ما في جوفه. يقولون إنهم يبحثون عن قوم يعيش اليوم على أطلالهم، يسمونهم الجدود، ويقرؤون على الحجر كتاباتهم وأسمائهم، ويهتمون بهم ويحافظون عليهم. كفى! إنهم موتى، موتى، لا أحد يعرف لهم آباء أو أبناء. كفى ما قلت. جعلت الأحجار تبدو حية أمامي. يا سيد ونيس، يا سيد ونيس، لما جئت ورائي هنا؟ ملعون اليوم الذي جعلني أحمل لك فيه أخبار الشؤم، وملعون اليوم الأسود الذي سيؤذونك فيه أنت الآخر. من الذي سيؤذيني؟ ملعون اليوم الذي خرجت فيه للحياة. قل ما عندك أو اذهب من هنا. قبيلتك، لحمك، دمك، اضربني، اقتلني، لا أستطيع أن أقول لي أبكي أيها اليوم الأسود. تكلم يا مراد، لا تتلاعب بالكلمات. أخوك رحمه الله قتلوه. كاذب، كيف تجرؤ على اختلاق كلام كهذا؟ إنها الحقيقة، أقسم. لا تلمس. أنا الحقير، الكل يكرهني. فلتثبت كلامك. من قتله؟ تكلم. القارب الذي رحل به أخوك، قارب عليه رسم كفين كالفراشة يرسو خارج القرية. صاحبان ينتظران أجر فعلتهما الشنيعة. عمك اختفى طول اليوم.
يقولون إنه يبحث عنك. هو لا يأمن على السر معك، ليس كأبيك رحمه الله. ونيس، يا سيد ونيس، أنا وأنت نعرف ما نقصد. لقد أرسل في طلب أيوب وسيأخذ كل شيء، كل شيء. نعم، أيوب سيأخذ كل شيء. سيخدعك ويخدع قبيلتك مرة أخرى. لقد فعل هذا دائما. جاء بي إلى هنا غريبا وتركني وحيدا كالكلب. أنت شاب وقوي وتستطيع أن تتسلق الجبل أسرع من عمك وأسرع من أيوب. خذني معك. احسم أمرك الآن. إذا لم تفعل سيأخذ عمك كل شيء، وإذا لم يفعل سيصل الأفندية إليه سريعا. وماذا يبقى لنا؟ نحن لسنا كأهل الوادي. صدقني، أنا أعرف كيف وأين يتعامل أيوب. كل الذهب سيكون لنا، سنبيعه في القاهرة. هل رأيت الموت يا مراد؟ ماذا؟ قف يا سيدي، توقف. لابد أن هناك طريقا آخر إلى الجبل. قف يا سيدي، إنهم أنذال سيقبضون عليك ويعذبونك حتى ينتزعوا السر منك. ابتعد. لن يدفعوا لك شيئا يا سيدي. سنتعامل كيفما شئت، سأكون أخا لك. اغرب عني يا دعس. لن تصل إليهم يا ابن سليم. لن تخطو خطوة واحدة. لن تخطو خطوة واحدة. لن تصل إليهم. لا تطلق النار. قف! لا تطلق النار! لا تطلق النار! من هناك؟ رجل في ثياب مهلهلة يا سيدي. دعه يقترب. دعه يقترب. أطفئ هذا الكشاف. ماذا تريد؟ هل أنت رئيس هؤلاء الأفندية؟ دعه يقترب. هل تعرفه؟ لا. اقترب.
لماذا جئت إلى الجبل بكل هذه العدة والعتاد؟ إنك تملك أكثر من كل ذهب الموتى. ماذا تعرف عن ذهب الموتى؟ من أنت؟ ابن الشيخ سليم ووريثه الوحيد. ألا ترحب بي في دارك؟ مرحبا بك. لا يجب أن تبقى وحدك مع هذا الرجل. لن أتركك. سأستمع إلى ما يريد أن يقول. سأقبض عليه. ليس لديك ما يدينه هو أو قبيلته. سأتكلم معك أنت وحدك. وأنا سأتكلم مع ابن سليم. مرحبا بك في داري.
في العام 10 لبنوجيم الكاهن الأعظم وجدنا رفاة الإله الفرعون سيتي الأول، وقد انتهكت في مثواها الآمن وسرق تابوتها الذهبي، وهناك عملنا على نقل جثة هذا الإله سرا إلى مخبأ آخر أمين. أقرأ اسم الفرعون أحمس، الأسرة 18. الفرعون أمنحتب. هي عظامك تتجمع وقلبك يعود إليك وأعداؤك تحت أقدامك يسحقون. ها أنت في صورتك الجميلة تحيا وتبعث كل صباح شبابا من جديد. كنت آمل في اكتشاف مقبرة من الأسرة 21، ولكني وجدت ما يبدو لي مخبأ لفرعين من 5 أسرات من الأسرة 17 هي 21. وكيف نقلوا إلى هنا؟ الكتابة على بعض التوابيت تدل أنهم نقلوا إلى هنا بيد من تبقى من كهنة آمون منذ 3000 سنة، عندما انتهكت مقابر بيبان الملوك. وضع الكهنة موميات الفراعنة داخل هذه التوابيت المتواضعة بعد أن سرقت توابيتهم الذهبية. كم عندك من رجال على ظهر السفينة؟ 20 فقط، ومعي هنا 4 مساعدون. ماذا نفعل الآن؟ قد نهاجم من قبيلة الحربات في أي لحظة، وهم يفوقون عدد رجالنا معا. كم عدد التوابيت؟ حوالي 40. استعدوا لنقلهم إلى ظهر السفينة. أطفئ كل المشاعل حتى لا يبدو أي أثر للعمل. سأجمع فورا كل الموثوق به من أهل الوادي. لا تدع أحدا يساوره شك فيما نحن مقدمون عليه. المشاعل رمسيس الثاني. رقم 7. تحتمس الثالث.
احترس. نحن نمر بمنطقة الحربات. هاجموه. هذه فرصتنا الأخيرة. هاجموه. الموتى؟ هل هذا عيشنا؟ يجب أن لا يراني أحد معكم. اذهب إلى الأفندية أيها الدنس. دعوا. لقد وصلوا إلى الوادي.
مجلة سينما 70 الفرنسية. فيلم غريب وساحر، والواضح أن مخرجه لا يدين بموهبته لمخرج آخر. جريدة الفاينانشال تايمز البريطانية. ديفيد روبنسون. يمتاز الفيلم بإيقاعه المتمهل المريح الذي يجبر المتفرج على الاستسلام له. إن شادي عبد السلام بلا شك أول مخرج مصري يرقى إلى المستوى العالمي. Les lettres françaises. إن هذا الفيلم الفريد في نوعه هو إشارة إلى ما يمكن أن يتمخض عنه الشرق من جديد خلاق. ميشيل كابدوناك. مجلة سايت اند ساوند البريطانية. هو واحد من تلك الأفلام التي تعتبر كل لقطة فيه عملا جماليا قائما بذاته، ويبدو وراء هذا الشكل الرائع كثير من الأشياء تقال بطريق غير مباشر، كما قال هارولد بينتر: وراء الكلمات معان تقال وإن لم ينطق بها أحد. جون راسل تايلور. مجلة فرايتي الأمريكية. جين ماسكوفيتش. إنه يعود بنا إلى الماضي، إلى الجوانب الأكثر أصالة والأكثر ارتباطا بالأرض، ليعالجها ويقدمها لنا برؤية سينمائية عميقة. إنه فيلم جميل وأصيل، وقد تم إخراجه بقدر غير عادي من الفطنة واسعة الأفق والدهاء. إنه جديد في كل شيء. جديد في التصوير الذي قام به عبد العزيز فهمي، جديد في الإلقاء وفي حركة الممثلين، جديد في رصانة موسيقاه وثراء السيناريو الذي جمع بين الوضوح والتركيب، وجديد في صدق المخرج وبعده عن الإدعاء. كل هذا جعل من فيلم مومياء عملا رائدا في السينما المصرية، بل إن صفاته هذه أفردت له مكانا متميزا في الإنتاج العالمي. وقد قامت نادية لطفي بدور صغير ولكنه لن ينسى. الدور ده الحاجة اللي هي أثرتني وحبيتها فيه قوي، وحاولت إن أنا أتحدى نفسي فيها، إنها كانت جديدة بالنسبة لي، إني أمثل شخصية بكل أبعادها وزواياها وتكون واضحة ومقنعة وفي فترة زمنية قصيرة جدا لا تتعدى الدقايق. كانت شخصية صعبة بالنسبة لممثل جديد. كان المطلوب مني اني اشعر بدوري واحسه اكتر من اني اديه بانفعال. كان لازم ابان هادي واثق من نفسي رغم كل اللي بعانيه من توتر في مواجهة مجتمع بعيشه بيواجه تغيير شامل. كان عليا اتخاذ القرار اللي يحدد مصيره. جريدة لونيتا الإيطالية. نقطة تحول في السينما المصرية. أوغو كاسيراغي. لقد أنتجت السينما المصرية في حوالي نصف قرن أكثر من 3000 فيلم، لكن شادي عبد السلام يختلف عن كل من سبقه بخاصية فريدة لا يمكن تجاهلها. وكتبت مجلة مونتاج البريطانية على غلافها: المصريون قادمون.
Je voudrais dire simplement quelques mots. Je ne sais pas faire de discours. Je voudrais dire que je suis très heureuse de pouvoir remettre le prix Georges Sadoul à Monsieur Chadi. باسم لجنة التحكيم يسعدني أن أقدم جائزة جورج سادول إلى شادي عبد السلام. إن جائزة جورج سادول هامة جدا لأن لجنة التحكيم التي تمنحها تتكون من أشخاص تختلف طبيعة ثقافتهم وتكوينهم اجتماعيا وسياسيا. وإني سعيد لأن الجائزة تمنح لأول مرة لفيلم مصري. وأحميك من ذلك الذي أصابك بالأذى. ها هي عظامك تتجمع وقلبك يعود إليك، وأعداؤك تحت أقدامك يسحقون. ها أنت في صورتك الجميلة تحيا وتبعث كل صباح شبابا